مساء الفل يا جماعة. النهاردة شفت فيديو لنجوى إبراهيم في نجوم اف ام. الفيديو ضايق، أكيد في ناس كتيرة منكم شافته. أنا فعلا متضايق جدا من الناس اللي هي اتكلمت عنهم، الناس اللي وجهوا لها كومنتس سلبية. أنا يعني اللي أنا شايفه إن الناس بتسيء استخدام الحرية. أنت فاهم إن أنت كده دي حريتك، وإنك تقول اللي أنت عايزه، لا دي مش حرية. ان انت تأذي حد بكلامك ده مش حرية. انت مستخبي ورا شاشة. انت فاهم ان انت كده مستخبي ورا شاشة، فمحدش يعمل لك حاجة، فاقول اللي انا عايزه. هو ما يخصكش انها تفضل موجودة، ولا ما بتحبهاش ما تتفرجش عليها. لكن توجه لها كومنتس سلبية عشان انت مستخبي ورا شاشة فمحدش يعمل لك، لا. ربنا شايفك وعارف انت بتعمل ايه، وهتتحاسب على اللي انت بتعمله. انا مش طالع اوعظ ولا عامل، ولكن لازم تفهم ان انت ان الناس مش شايفاك فتعمل اللي انت عايزه. لا، انت كده غلطان. غلطان في تقدير الموقف اللي انت فيه. انت بتغلط في حد او بتأذي حد وبتضر حد، فهتتحاسب. ما انتش محتاج انك تتصرف بالشكل ده عشان تحس انك حر. انت كده جبان. انت اجبن من ان انت تقول لحد في وشه تعليق زي ده. ولذلك انت ما بتقولوش الا في حاله زي حاله ان انت تكومنت فمحدش شايفك، او اكونت فيك، او اكونت حقيقي بس شايف ان انت مش، ما حدش هيطولك، او ان انت كده ما بتشتمش، او ما فيش حاجه قانونيه تتمسك عليك. لا، انت غلطان وراجع نفسك. راجع نفسك، لان خلاص الكل بقى ده وضعه، ده تفكيره، بقت حاجه مسيئه. مش بس نجوى ابراهيم، ومش بكلمك ان ماما نجوى وقد ايه بنحبها، انت ما بتحبهاش، ما تتفرجش عليها. وانا مش محموق عشان ماما نجوى انا بحبها، انا بحبها لكن مش محموق عشان ماما نجوى انا بحبها. انا محموق عشان شايف انه الموضوع بقى زياده. الموضوع بقى زياده جدا، ان انت شايف ان ليك الحق انك تأذي حد، او ان انت تروح تقول له كلمه زي ديت لمجرد ان انت شايف كده. شفت ان انت مش حاببها او مش عايز تتفرج عليها، او ايه اللي مخليها بتشتغل لحد دلوقتي، ما تتفرجش عليها. وارجوكوا فعلا زي ما هي قالت، روحوا تعالجوا. روحوا تعالجوا، عشان كده بقت كتير قوي.